والمثال اللي هناخده النهارده هو بيتزا تشيكن باربيكيو. هنعمل التكلفة بتاعتها زي ما انتم شايفين ان البيتزا تشيكن باربيكيو. خدنا المكونات بتاعتها اللي هي عجينة بيتزا، صوص بيتزا، دجاج، جبنة موزاريلا، صوص باربيكيو. وبعد كده عندي الوحدة والكمية والسعر والإجمالي. هنجمع الإجمالي ده كله عشان يدينا إجمالي تكلفة. ففي حاجتين في تكلفة الأصناف، حاجة اسمها الريسبي اللي هو قدامنا دوت، وحاجة اسمها الباتش أو التشغيلة. طيب لما نيجي للتشغيلة دي هنشرحها لكم دلوقتي يعني إيه أعمل تشغيلة للحاجات المكونات. خد قاعدة عامة: أي مادة أو أي حاجة في الريسبي مكونه من حاجتين مع بعض، يعني مثلا العجينه دي مكونه من ايه؟ من دقيق وملح وكذا وكذا وكذا، يبقى دي تشغيله. صوص البيتزا من طماطم وصلصه وفلفل وملح وتوابل، يبقى دي تشغيله. لكن مثلا هتيجي على الجبنه الموزاريلا، دي جبنه بتجيبها جاهزه مبشوره، بتاخدها بتحطها على البيتزا، خلاص دي يعتبر ماده خام. اشرح لكم دلوقتي يعني ايه باتش وازاي نعمل الباتش بتاع كل حاجه، فنركز قوي في الحته دي. هندي مثال هنا لتصنيع صوص البيتزا. مكوناته يبقى طماطم وزعتر وسكر، فلفل اسود، صلصه ريحان. طبعا في ناس بتعمل صوص بحاجات تانية. الهدف من شرح الفيديو مش تعليم طبخ، لكن تعليم ازاي نتعلم نعمل تكلفه. الوحده، الكميه، السعر، التكلفه. في الاخر اداني اجمالي تكلفه 98 جنيه. اهم حاجه في التصنيع ان كل المكونات دي هتنتج لي كام في الاخر.